وكانت الشعلة المتوهجة بالوعي الوطني. الوحدة بالآراء والأفكار قوة، والثقافة سلاح ودواء. والمثقف اللي بيحمل ثقافته سلاح بوجه الجهل والتخلف رح يكون السلم اللي بيرفع المجتمع نحو العلو والرقي والتقدم. لما بتكون الثقافة قناع، ولما بتصير الإنسانية رياء، ولما بتتظاهر قوى الكلام المنمق والصوت القوي ليوصلوا الرأي وذيب الحوار التام، ولما بينحكى بأسعار الأوطان قدام فلان وعلتان وعلى مسمع الجيران، ولما بيصير الثمن لقمة العيش هو فقدان الحياة، ساعتها رح تكون الكارثة ومنكون قدام أزمة بالضمائر والإنسانية، ومنحتاج لأطنان هائلة من الوعي لنعيد الضمير لعمله بهالزمان. وهلا رح نترككم مع فرقة أنانكا للفنون المسرحية بعرض ورق وسط. الرجاء من الحضور الكريم وضع الموبايل صامت وعدم التصوير مع أو بدون فلاش. هلا شو بيصير إذا أكلت لحمة واكتشفوا إنه طعمتها حشيش؟ ما بصير شيء يا أخي، بكفي أكل عادي جوعان يعني. إنه بتكفي طبيعي يعني؟ رغم الطعم الغريب يلي رح تلاحظه؟ أكيد رح أسأل عن السبب قبل ما كفي. أيوة، وشو برأيك ممكن يكون السبب؟ شو بعرف يعني؟ أنا حضرتك من طلعت اللي مسؤول هلا؟ ولا مرة صار طعم اللحمة مثل طعم الحشيش، إلا بأفلام الكرتون ولا على خزيانة. بس ممكن يصير. كل شيء عندي بصير. صحيح يعني، حسب قانون الاحتمالات يلي كان بصف العاشر، نزلوه على صف الثالث مثل ما بتعرف حضرتك، ترى كل شيء ممكن يصير، لا تستبعد شيء. ما شاء الله. ما شاء الله. أخي، أنت جاي تنظر علي ولا تطعميني؟ بعد إذنك اطلب لنا شيء. اطلب لنا شيء ناكله. وشاطر بالعدد. اهلا وسهلا، شو بتحبوا تاكلوا؟ حشيش. شو؟ مش حشيش، تروحي انت لحمه يا انسه، سندويش لحمه اذا سمحتي. كيف بتحبوا غلفها؟ كيف يعني؟ يعني ورق جرايد ولا ورق ابيض؟ ما بتفرق يا انسه، المهم ناكل بالاخير. ما بصير يا استاذ، هيك قوانين مطعمنا، لازم تختار. يا عيني هاي القوانين والله. ثقافة المجتمع كثير بتهمنا، لازم تختار. هلا عموما الثقافة موجودة بالجريدة، مو بالورق الأبيض. طيب وأنت؟ شو بتنصحينا؟ انا بنصحكم بالجريدة لانه بتضلها ارخص من الورق الابيض. طبعا كتر الحكي ارخص من الصمت. الصمت غالي كثير وبكلف يا انسه، وخير الكلام ما قل ودل، وخيره ما لم يقل ابدا. بس انا جوعان يا انسه، خلصي لك يا حبيبي كل همك ببطنك. شوفي مالك يا اخي، رح موت من جوع، ضايق يا اخي. طيب خلص بدنا سندويش لحمة بالجريدة. تقرأوا شو نوع الاخبار اللي بتحبوها تكون على الجريدة؟ يا الله، مو معقول قد ايه مفزلكه. شوف يا زلمة شوي على المخلوقة. يا الشعوب العربية دائما هيك، بس تجوع ما بيهم شو تقرأ، المهم تاكل. يا ربي دخيلك، لك انت شو همك انت؟ معك مصاري كثير وهاد قاعد تنظر علي؟ ما عندك ضمير؟ يا اخي حس فيني ولو لمرة واحدة. لو سمحتوا يا جماعة أنا دخلت على الزباين الباقيين، شو طلبكم؟ اخي وانا رح امشي كمان، انت اذا بدك تبقى بتصطفل، انا بدي ادور على مطعم ثاني بلاقي حدا يطعميني. هي احدى مشاكل الشعوب العربية، بس تجوع
ما بتحاول تحل المشكلة، إنما بتصير بتدور على وطن ثاني. انا بدي احاول اكل لعيش يا اخي. عاد! وانت يا أنسة، جيبي لنا هي جريدة عزوز. فكرة معي. لحظة شوي، تفضل. انت باين عليكي مثقفة وفهمانة، بس ممكن أعرف شو قررتي تجيبي؟ يا اخي شو ما جابت بالنهايه طعم اللحمه بحياته ما بتغير. صفحة الأبراج. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا هيك الثقافة عندك. أبراج. ليش أنت بتآمني بالأبراج؟ يا حبيبي على النهار، بترضينا بالحشيش والحشيش ما رضيت اياه. المهم عريس. يا أنسي، ابراج وما ابراج، انه هي الابراج هي ما قالت لك بيوم من الايام هيك؟ قبل ما تقول لك، خليني أعرف هي الأبراج شو قالت لك؟ من سنين قالت لي الأبراج إنه رح أتعرف على شاب أبيض راكب على حصان أسود. الله وقف شعر راسه. وما قالت لك إنه شاب أسمر راكب على حصان أبيض؟ حتى هي مو فاحة فيها. دخيلك معلش. يا أنسي، انه صرعتوني بالابراج تبعتكم. هالابراج اللي عم تتريا ما قالت لك بيوم من الايام رح تقابلي واحد ميت بالنجوم ومسكين مثلي هيك، انه شوفيني انا صحيح ماني اسمر بس شب حليوه وكريم وقت حالي، وسالي الاستاذ هون ومستعد اتجوزك ونطلع جار عسل اي شيء، انما مو قبل ما اكبر. بس أنا ما بحب العريس الشعر الطويل. من قصة كرم عيونك بس جيبي لنا شيء ناكله. قبل ما تجيبي لنا الجريدة دخلك هي اللي رح تجيبيها، شو رح يكون فيها غير اخبار حرب؟ والله يبقى هيك يطلع بتمي شيء وتشردق شيء خملة. لك خلاص قل لك شغله، روحي جيبي لنا جريده نتسلى فيها وجهزي السندويشات بلا ورق، وهيك نختصر الوقت. فكرة معي. يا سلام عليك من الاول يا اخي خلصني. انبسط، هي رح تاكل وتشبع. أهلا وسهلا، شو بتحبوا تاكلوا؟ سندويشة ربنا بورق أبيض، وأنا بدي سندويشة لحمة بجريدة مثل العادة. فكرة معلومة. لحظة، نعم. في مجال تسمعي لي بيت الشعر؟ أكيد تفضل. بدي أكتب شعر وأنا قاعدة فوق جبالك يا وطني. عفواً، كأنه هذا نسر. على ما يبدو ما عندك الصبر لتسمعي مالي. اسمعي واحكمي. تفضل. وقد ذكرتك وكان صوتي قويا. إيه لا كان كلامي قويا أقوى. إيه بس الصوت أقوى من الكلام. إيه بس الصوت عشوائي فالكلام فيه معنى. الصوت القوي يدوس على الكلام القوي. يا أختي كلامك هو شخصيتك، أما الصوت والحيوانات أشطر مني ومنك. الصوت القوي هو اللي ماشي. كلام صوت ما بتشبعوا وما بتملوا كل يوم شغلة جديدة عنا. مو عم ندفع لكم، شو فرقانة معك انتي؟ حبيبتي، العالم تجي على المطعم لتغير جو، هيك بتطفشوا لي زباين. هي لا طمني حبيبتي ما حدا بيدخل. بدي أروح البر ترجع أثناء المشاكل بحبك باين. طب تطلعي حواليك تفرج حدا هرب شي بطل. كسرتوا فرجة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم مشكلة. حلو ممتاز. طول عمري بحلم بالشهرة. طول عمري بكتب قصص وروايات قصائد وبقدمها للجرايد والمجلات وما وصلت لنتيجة، فأما هلا توصل كلمتي فورا لايك. قلتي لي لايك؟ وليش حبيبتي ما فكرتي تنشري شيء على السوشيال ميديا؟ بركي بتقربي البعيد. ولك إذا كان القريب ما عم يهتم فيكي فما بالك بالبعيد، وما بحب الفيس وما بحب أوصل بسرعة. والله حيرتونا، ما بدكم توصلوا بدكم توصلوا. خاف إذا وصلت ما عاد تلاقي شيء ناطر مشان. هذا لأنك مآمنة إنه الصوت أقوى من الكلام، أما لو كلامك قوي يا زكية توصلي لقلوب الناس وعقولهم بسرعة وضاع عندك شيء تحكي فيه. كل شيء بالمجتمع يثبت لي إنه الكلام القوي بيدوس على الصوت القوي. يا حبيبتي يا اختي انت لحالك عم تنطقيها وتكرفيه وتقولي انه الكلام القوي بيدوس على الصوت القوي، يعني انت بداخلك مقتنعه بس مالك عن جنبك. حبيت جملك مو أكتر. طيب استغفر الله العظيم. وبعدين معي لساتك مصره انه الصوت بيدوس على الكلام. الصوت أفضل. الكلام احلى. الصوت كلام الصوت
عندي الأمر. دعوني أخبركم شيء. الوطن لا يطاع ولا يحتاج لأنه كالأم، أو هو بالفعل أم، وهو ليس فندقا تغادره عندما تسوء الخدمة به. الوطن في الأول بالدماء. هل يستطيع أحد فيكم أن يتخلى عن أبهره؟ لن يستطيع. لذلك سأقول لكم حافظوا على أوطانكم، أو لا حافظوا. يا أخ. نعم تفضل. ما هذه مثل شايف جرابات. جرابات. تقول جرابات وتمزح؟ لا أسألك بكامل الجدية، ما هذه؟ اخي انت ما بتعرف تقرا يعني؟ بائع اوطان. بائع اوطان. نعم. أسألك بكامل الجدية، هل فعلا تبيع الأوطان؟ نعم تفضل عود، نبيع اوطان ونبيع ضمائر. ضمائر؟ نعم. هل هي ضمائر الرفع المنفصلة أم المتصلة؟ يا منفصلة متصلة مشلخة كله. مشلخة. نعم. تقول مشلخة. أعيد لك سؤالي، هل هي ضمائر اللغة العربية أم الضمائر الإنسانية؟ هي شفتها؟ هي الضمائر الإنسانية هي عم تحكوا عنها. وهل الضمير الواحد؟ شو ضل ما بينباع؟ والله سبق. وكم الأسعار يا أستاذ؟ لا الأسعار تفضل. عندك ضمير أوروبي 15,000 ليرة. 15,000 والله رخيص. يعني عندك ضمير 10,000. 10,000 يقول لك وماذا؟ عندك ألمان حسنا تغيره. وكم يكون سعرها؟ اسمه معك 2000. 2000. ما أنت كلامك؟ ألا يوجد ضمير عربي؟ هذا بلا فيه بس ما هذه؟ يعني أسألك عن سعره، لا أريد أن أحمله. يعني مليون. ها! مليون! الضمير العربي بمليون! ولماذا هو ماهر؟ لساته خرج بكياسه جديد، ما حدا عم يستخدمه. والله سبق. أستاذ، أنا قررت، أريد أن أشتري وطن. هلا اخي انت من شوي قاعد عم تبيع حكم ومواعظ. لا ما بدي اوطي صوتي، قاعد عم تبيع حكم ومواعظ علينا، اخي ما بنبيع اوطان، ما خلصنا. جاي بدك تشتري وطن، لك ساعة عم تبيع حكم ومواعظ يا زلمه. شوفوا يا جماعة، هذا يلي كان قاعد عم ينظر علينا وعم يعطينا حكم ومواعظ، هلا صار بده يشتري وطن. لقد سمعتك أيتها المتكلم. نعم أريد أن أشتري وطن. فأنا مثلي كمثل كل البشر، ممثل جيد في هذه المسرحية اليومية. المحاط بالمؤدون، المبتدئون منهم والمخطئون. أرتديها ولست أعاني. أحمل عكازا ولست بمنحن. أحمل كتبا كرهت رؤيتها وسئمت ضياعي بين المفردات والجمل والقصص. من دقائق كنت متمسك، والآن أنا البارع وأنا الشاري، وبعد ثوان أكون أحمد وسمير، أتلون أتخيل أتلاعب. الحرباء تغير لونها تبعا صاحب الشخص. وغدا أكون، أو ربما لا أكون، لا أعرف من أكون. أنا كتلة التناقض ومركز الخبث، ولكنني إنسان يبحث في ضوئه النفسي عن مجتمع يحترمه كما يحترم الحيوان.
يحترمون قطة، يعتبرونني قطة، أنوي أتلاشى أتشاطر على العرب. أحترم. وإن احترمت فاذكروا رمادك عند معي إنسان كي لا يتفشى النفاق. اسمي سعيد. لكن اللي عم يضحكني مو انه اسمي سعيد، اللي عم يضحكني انه في واحد بيجيب ولد بيسميه سعيد، عمره ما حيكون سعيد. عمره ما حيكون سعيد. انا شخص بيحاول يكون مثل كل واحد فيكم ما بده، لحتى حولتوه لشخص منافق وكذاب. انا شخص بيحاول يكون مثل كل واحد فيكم ما بده، لحتى حولتوني لشخص منافق وكذاب. لهيك انا ما يسمح حدا يتدخل فيني انتوا بدي بيع وطن او بدي اشتري وطن، لاني انا لما جات ما حدا فيكم رجع معي. لما قعدت بهديك الغرفه بساوي البيت معكم من غرفه سقفي عم ينفخ مي، ما حدا فيكم مرق معي. لما امي ماتت ما حدا فيكم مات معها، ما حدا فيكم مات معي. لهيك اين اراضي؟ نعم، أريد أن أشتري وطنا وكم أسعاره؟ روح يا أخي روح، اقعد تفضل، جيبوا له كاسة شاي، جيبوا له كاسة شاي روح دمعته. أخفض هذه الموسيقى اللعينة. اقعد أخفض الموسيقى اللعينة. لا تمزح على كلامي. واسيك هلا شوف يا أخي، أنا قالوا لي إنه بهالكم يوم رح تنزل الأسعار، اصبر. ومتى تنخفض هذه الأسعار الحمقاء؟ تخفض الأسعار؟ تنزل الأسعار لما يبطل الشعب يعرف شو يعني بطل. ويرسموا بإيده بأشكال وأنواع. هاد بده إياه جولدن، وهاد بده إياه متخلف. هدول بدهم إياه مثل الليمون حامض على طول. بدري بدهم إياه مثل الزيتون ما بيعطي زيت حتى يناصر بالناصر. في ناس بدهم إياه خالي من المواد المعدلة طبيعيا. وفي ناس يا أستاذ بدهم إياه على كولا، طبعا بامتياز أمريكي. عرفت ما بتنزل الأسعار. بس شوف، إذا مستعجل فيك تروح على الوطن العربي. نقي بدك اياه، في كثير نماذج. نقي وما بتدعي لي، لأنه الوطن ما بيعجبك ما بيفجر. رخو. بس بنحفظ الموضوع. كلنا استهان فيه. لما اجينا نبيعه لقينا انه لا شعبه ينشرى ولا حدوده ما قدرنا نبيعه. جبله عالي ما بينهد. حبة تراب فيه عم تعطي حكمة أبو أبرز. أظن أني سمعت صفات هذا الوطن من قبل. جميعنا سمعنا صفات هذا الوطن. سوريا. شو؟ وليش عم بتقولها بالصوت الواطي؟ اسم سوريا ما بينقال غير بالصوت العالي. سوريا يلي عمرها آلاف السنين. لك انتم بتعرفوا شو يعني بلد عمرها آلاف السنين؟ وعاصمتها أقدم مدينة بالتاريخ. لك الدم السوري وصل لأوروبا. إيه شو الجديد بالموضوع؟ ما الأغلبية هاجروا على أوروبا. مو هيك قصدي يا أستاذ. قصدي الدم السوري الملكي هو اللي وصل لأوروبا. من جوليا دومنا لسميرة ميس للملكة أوروبا. الملكة أوروبا؟ ليش في ملكة اسمها أوروبا؟ إيه وسوريا كمان. وبيكفينا فخر أن قارة بحالها أخذت اسم أنثى سورية. هذا هو تاريخنا يا أستاذ. بس انتم مو شاطرين غير تبيعوا وتشتروا أوطان. طول عمري بشوف ورد بطعم الحشيش، بس أول مرة بشوف ورد بطعم الوطن. ولا يلي كنت مفكرين تافهة وسطحية، لا وأبراج وما أبراج. برجيك حالي كثير يا أنسة، ونحن سنة لا. أنا آسفة يا أستاذ، لازم أكون تافهة شوي لحتى ما أحس بشيء، لأنه الوجع مر والألم كثير كبير وقوي يا أستاذ.
وصعب على وردة انها تنسقى بمي عكرة. سمعتي هذا مو بالكلام الاول عم نحكي. شو قصدك نحن عكرين؟ لا مو انتوا عكرين، بس كلامكم العكر. وانا الوردة الناطرة النبع الصافي بزمن الحرب. مستحيل شو يجي نماذج على هالمطعم. مليت وقرفت من كثر الحكي معكم. ولو ذكرتيني ببورشيا مسرحية شكسبير، ناطرة اللي يفك الشيكة ويتجوز وحدة مثلك. هذا حقي. اصلا يلي مو قادر ينزل عروس على خانته ويحميها، كيف الوطن بده ينزله على خانته ويحتويه؟ دوري على اللي ينزلك على خانته. كثير واحسن منكم. تتهنى. هلا انت اذا مزعوجه من وجودنا هون بتقلقينا. ايه وهلا عمال وقاحه. ولكنك إذا طردتينا ستخسري عملك يا قدر. إيه بدور على مطعم ثاني. قصدك على وطن ثاني؟ لا المطاعم كثيرة والأوطان كثيرة. وأنا هذا اللي كنت قصده بحديثي معك عند الطاولة. تذكر، يا بدك تعيشي بالوطن وتحاربي حتى آخر الروح والنفس، يا بدك تقضي عمرك عم تهربي من وطن لوطن، بس بالنهاية ما في مكان كامل. نحكي على أوروبا والمافيات إنها مخيفة ومرعبة، لا، وبنحكي على أمريكا والفجور فيها معبي الدنيا، ونحن شو؟ نحن شو؟ بس يا أستاذ البقاء بالوطن مو معناته إننا نقبل بالغلط، وما فيك نهائيا إنك تقيس المطعم بالوطن أو إنك تشبهه فيه أساسا. بالنهاية هي مهنة عم بشتغلها مو مهنتي، أنا عم بشتغلها مشان ما مد إيدي لحدا. ما بقدر أحكي معكم. نفهم أنك لن تطلبين أيتها الياسمينة الجميلة الخطاب. لا أنا ما بقلع حدا، بالنهاية كان تحدي، ومثل ما قلت يا أستاذ الوطن اللي ما بيعجبك ما رح يفجر لأنه رخو كثير، وأنا شايفة إنه هذا المطعم مع هيك ناس رخو كثير كمان، يستحسن إني ينسحب براتبه وحاجز له إهانات. بدك تضرب حنان وسنين حنان على هالعلقة معكم. حنان هذا بكره. نعم مساء النور، اهلا وسهلا. نرد على اخر السوق قبل ما نخلص ونمشي. مساء الحب، مساء التفاؤل، مساء الحنان. يا حنان، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت شو طلبك؟ شو طلبي؟ أنا أول مرة أفوت على مطعم بتجاهلوني بهيك طريقة. عفوا يا أستاذ، مين تجاهل عني؟ مين تجاهلني؟ مش موجودة في تجاهل، موجودة في حنان. شو صار لكم؟ والله شو رايك بالأغنية؟ رغم دفاءة هالأغنية بس مقبولة منك، شكرا. دفعت الأغنية؟ هلا أنا أغنيتي تافهة. أنا ضيعت حياتي، ضيعت سنيني، ضيعتها. مش عارف أكتب الأغنية. لا هيك شي واحد من الجمهور أسير الأحزان صبر معي. تيجي أنت تقولي لي هالأغنية تافهة. أنت عارفة عليك ما بدها تحكي؟ لا وما بدي أعرف. طبعا ما حتعرفي، مضرب الأغنية شخصيا عم بحكي. مو معقول، مو معقول عم الوزن، عم تتجاهلني، عم تتجاهل أسير الأحزان شخصيا. أنا لقيت مطعم كنت نايم. من حبيبي مهنا بالمطعم واصحابه، أنا من اللحظة ما بنسى هالمطعم. دهلك ليه؟ خليكي ما طلبنا شيء بس أنا بقول لك ليش؟ لأنه هذا المطعم خصيصا صاير مطعم تمسيح الجود، وحاسة حالي بعد شوي بدي مسح صرامي. نعم. شو؟ كل هالقد عاجبكم أبو حنان؟ كل هالقد هزلكم شخصيتكم ومشاعركم هو وغنيته وتحفته العظيمة؟ لك الله يرحمك يا أبو خليل الأباني، والله يرحم زمن الوصول الصعب. لك حتى أنت يا مثقف يا فهمان يا متعلم جاي تتفرج على هذا المطرب؟ عفوا، أنا ما بسمح لك بالإهانة.
لك من قلت لتجيني؟ انا ماني عم هنا، انا عم انتقد فنك، والفن مراية المجتمع. لك واذا كان مجتمعنا مرايته هيك اغنية فالله يرحمه. شخص وحيد بس ضل فيكم محافظ على كرامته وقاعد وما رضي يشارك بالحديث. هنيك يا استاذ، انت ضليت صامت. يا استاذ، يا استاذ، ليس لا يا استاذ، يا استاذ، ما في نمط؟ يمكن ما؟ يا استاذ، يا استاذ، هيك تركتوه الحط المطعم؟ تركتوه يموت بتشرب الحط الغنية بتاعها؟ انت جبت لهون؟ انت قتلته؟ لا 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 ما قتلت بلا انت قتلته بكلامك وثقافتك وعن جريدتك. جايبه لحتى تطعميه مو لحتى تفوته من الجوع وتشوف حالك عليه. وانتوا كمان قتلتوه. انا شاطرين انها تحكوا بالصوت العالي والكلام القوي. ورجونا الفعل القوي، ورجونا الفعل القوي والدنيا بألف خير. وانت وياه ولا؟ وانتوا كمان قتلتوه. انتوا كمان قتلتوه بين وطن عم ينباع ووطن عم ينشرى. اشتروا لها المسكين، اشتروا لها المسكين الفقير واربحوه. وانت ولا؟ يا حبيبي خلاص احسن ما اطلع كل اللي فيه. انت قتلتنا وقتلت ثقافتنا وقتلت مجتمعنا وقتلت كل شيء حلو فينا. انتوا ما بتستاهلوا تعيشوا والله يسامحكم. عفوا يا انسي، انت من البدايه دخلتي لجبتي القتل. مظبوط حكيو. نعم. مشان هيك ما تبدو الشوق ولا تنسي انه لك يد الموضوع. نعم. لك معك حق، انا الحق علي اللي اخذته واعطيت معكم. بس لا تنسى يا استاذ انه اي وجبه غدا بمطعمنا بتشبعوا لهالمسكين شهر. ليش جايبه له؟ جايبه لتهرب؟ جايبه لتحسسه بفقره؟ كنت طعميه وشبعه بلا بروتوكولاتك التافهه. انت شو؟ كل ما توقعت بتصور معه بدك تنزله على الفيس، بدك تشوف حالك شوفوني عزمت فقير على مطعم محترم والعالم تصفي لك برافو، وقاعد عم بتنظر لي على الشعب العربي وعم تحكي. ليش انت من انه شعب؟ ولا حرب. الشعب العربي كان يغيث الملهوب، كان يطعم الجوعان. اصلا ما بقي بالعروبه غير الحصان العربي البسيط. الله يستر ما يجحش الثاني. ولا واحد فيكم فكر يعمر بلوكي بالمكان المضطر، بس شاطرين تبيعونا حكم ومواعظ. انتوا شو عم تعملوا فينا؟ نحن شو عملنا لكم؟ نحن شو ساوينا لكم؟ بدل ما قاعدين عم تحكوا روحوا عمروا بلوكي وحده بالمكان المضطر اللي يشبع الوطن برد. لك انتوا بتعملوا حكي وما بتعملوا وطن. بتعملوا حكي وما بتعملوا وطن. بتعملوا حكي